بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بيكم في فيديو جديد ويوم جديد. لو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد أنا بعمل. يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. النهاردة جاي لكم كده بقى في فيديو جديد هنروق أوضة يونس مع بعض. كانت مليانة غسيل وكنا نايمين فيها، بس دخلنا بقى اوضتنا وكنت بلم الغسيل، يعني كل الغسيل اللي كان على السرير التاني ده يعني 3 دورات غسيل. كل ما الم الغسيل اشيل غسيل واحطه على السرير. اسفه. كل ما اشيل الغسيل احطه على السرير وما كنتش بطبقه وباخد منه واغسل ارجع اغسل تاني، فاهمين؟ فهو دلوقتي كمان انا اصلا طبقته وحطيته في السبت بتاع اللي هو التطبيق اللي انا بطبقه وبحطه فيه. وربنا يديني ويهدي يونس كده ويقعد، وهقوم احط ان شاء الله على طول في الدواليب. بس هدوم يونس طبقتها وحطيتها في الدولاب. هنرجع بقى كده قبل ما نطبق الغسيل، رحت بقى كده على السرير، كان فيه اللحاف والدفاية دي. الدفايات دي انا مش بفرشها على السرير لانها بتزحلق وبتكلكع كده، بس لما بيبقى يعني مبقاش حد هينام عليهم ساعات بفرشهم. فطبقتهم وحطيتهم كده على السرير تاني عبال لما احطهم في الدولاب. وشلت بقى وشاش المخدات برضو دي هشيلها. هنا كان يونس من غير شراب، وانا كنت شايله الدواسه اللي هي قدام الحمام، السجاده الكبيره دي. كان في جوه المشايه، فكنت خايفاه يبرد وكده فلبسته الشراب. المهم بقى شلت كل اللي على السرير كده، وهروح اطلع نفضت طبعا السرير وسبته كده يتهوى شويه. ورحت بقى اظبط كده الدولاب. كان في حاجات كده في الدولاب مش متظبطه، بين شنط، وكنت عايزه احط الحاف والبتاع ده. انا كده كده مش هننام في اوضه يونس تاني لان الجو عندنا في اسكندريه صعب جدا جدا، واوضه يونس عشان فيها شباك وبلكونه فصعب قوي. فانا بس حط هنامه كده، يعني بدخل انام في اوضتي وباخد يونس طبعا معايا، ما بنيمهوش بره برضو. فهي كانت الاوضه عايزه تتظبط كده، فقلت اظبطها. شلت بقى كان في بقول لكم في الدولاب شنط، والشنطه الهاند باج دي. لا دي مش هاند باج، دي سونسونايت. وشلت كمان حاجات كده، وكان في لعب ليونس ظبطت له الجواكيت وحاجته برضو. وظبطت الدنيا كده، وهروح بقى اقفل الدولاب وهروح اطلع بقى ملاية للسرير. كمان في هدوم كانت لسه معلقتهاش ليونس. هروح بقى كده ظبطت السرير وهويته زي ما بقول لكم، وبعد كده نفضته ورحت بقى جبت الطقم الغامق ده. بص الطقم ده انا ندمت ان انا اشتريته، ده قماش واحنا فصلناه، ماما قصتهولي وانا كمان خيطته كده على ايدي، يعني ما وديتوش لحد. لان ماما شاطره جدا في يعني تفصيل السراير وكده، اللي هو القص المقاس الملايه قد ايه والكلام ده. فانا بس غلطت ان انا جبت لون غامق، وهو بالتالي برضو هو مغمق الدنيا شوية، وبالتالي نفعني ان انا لما بقعد في الأوضة ف الملايات ما بتبقى يعني. يونس ربنا يخليه بيبقى مثلا باكله حاجه مع عصير مع كيكه اي حاجه، فبيبهدل لي الدنيا، فهي حلوه للبهدله. لكن الملايات التانية عندي معظم ملايات اوضه يونس هنا بيضه، فبتتبهدل معايا بسرعة. لكن دي على قد ما هي مغمقة الأوضة وانا مش حباها قوي، على قد ان هي برضو ليها فايدة. المهم بقى رحت طبقت الغسيل. هنا بقول لكم غسيل مش قادره اقول لكم قد ايه، انتوا هتشوفوا دلوقتي السبت اللي انا كنت بحط فيه ده، وكمان الكروانه اللي هي الطبق الكبير ده برضو، وهدوم يونس اللي كانت على الكومودينو. شعيب. على الكومودينو. رحت بقى قلت ارص كده هدوم يونس واظبط له دولابه، وعقبال يا رب دولابي كده ارص الهدوم اللي انا لسه مطبقاها دي فيه. المهم بقى كده خلصت كمان وعدلت الدنيا فوق، وعدلت الفوط اللي في اوضه يونس، الفوط اللي احنا بنستخدموها.
دي الفوط اللي اللي انا مطلعاها بستخدمها. لكن في الفوط اللي هي في دولابي انا دي كل ده لسه جديد، انا ما استعملتهوش. ظبطت الدنيا كده. اسفة على الازعاج، صداع، صداع، قاعد عمال يعمل صداع. المهم بقى خلصت كده الدولاب وهروح على السرير التاني. دخلت دول كده في اوضه النوم، وهروح على السرير التاني نفس اللي عملته في السرير الاولاني عملته. نفضت السرير كويس. كان في الحفاضات بتاعت يونس حطيتها رصيتها له في الدرج. كان في لعب اللي هي على البف دي، بصوا كده من ناحية الشمال برضو ما كانتش متظبطة، ظبطتها. جبت بقى برضو الملاية وفرشت السرير كده. وجبت بقى، بصوا هي الأوضة أنا كنت فرشاها معاكم وشلت، كنت فرشة فيها سجادة كبيرة كده بينك. بس أنا شلتها لأنها بتدخل تحت السرير، فهي صراحة بتضايقني. فأنا هنا حطيت المشاية دي صغيرة، واحنا كده كده يعني عادتنا في أوضة يونس مش كتير. المهم بقى جبت كده المكنسة وشفطت السجادة كويس، السجادة الصغيرة دي اللي هي المشاية، ونفضتها كده وطلعتها برا وكنست الأرض. وهروح بقى أجيب الشرشوبة بالجردل، وكبيت كده في الارض، كانت ميه بسيطه قوي، ومسحت الكومودينو، حطيت المفرش زي ما هو. ورحت كمان لاول مره اعمل حركه زي دي. كنت الاول بخلي مسح المرايات او الازاز بتاع الستاند بتاع الدولاب وكده، كنت بخليه بعد ما قبل ما اكنس. فما كنت بكنس التراب كان بيطلع تاني على الحاجة، فكنت بتذاكى يعني شوية. لكن هنا الاول مرة ان انا اعمل صح، ان انا كنست الاول، وبعد كده بعد ما التراب خلاص شلته من الاوضة مسحت الدولاب ومسحت الكومودينو. هنا بقى خلاص مسحت الارض كده كويس، ورحت فرشت السجادة هي. وكان في برضو المشاية البينك دي، برضو انا عارفة ان هي مش لايقة، انا كنت جايباها على السجادة الجديدة اللي انا كنت جايباها في العيد اللي فات. بس ان شاء الله الايام الجاية ان شاء الله خير باذن الله، ادعولي. ففي حاجات كتيرة هتتغير في حياتي. بتمنى من ربنا اللي انا رسماه وان انا نفسي احققه يتحقق بجد يعني. املي في ربنا كبير باذن الله. هنا بقى كده بصوا خلصت الاوضه. طبعا بقى كان عندي غسيل هدوم يونس، الملايات اللي انا كنت فرشاها في اوضه يونس. برضو كان عندي دورة غسيل كده ابيض، يعني مليت الغسالة وحطيت بقى المسحوق وحطيت كلور، وبستنى لما الغسالة بقى خلاص على مرحلة الشطف بحط لها الدوني. صراحة ماما ربنا يخليها جايبالي من موقع كده دوني فريدة حلو جدا جدا وثابت في الغسيل بجد تحفة. بصوا بقى هنا انا بعمل في الغسيل ايه، يعني انا بملى الغسالة وبسيبها تشتغل شوية وبعد كده بطفيها. ده في الابيض عشان بس الغسالات اللي هي الفوق اوتوماتيك عموما ما بتنضفش، فهي انا لما خلاص بنقع الغسيل فيها لقيتها بتنضف معايا. طبعا بقى مش قادرة اقول لكم الجو في البلكونة عامل ازاي، وانا بلكونتي كبيرة جدا. انا بلكونتي 6 في 6 متر، يعني عرض 6 وطولها 6 متر. فالدنيا بتشتي والمية بتخش البلكونة حتى واحنا معلقين الستاير وكده. فجوزي شال الستاير خالص، لم الستاير لان الستاير من كتر الهوا هتتقطع، وفعلا اوريدي اتقطعت. كام واحدة، الجنب اللي هو اليمين والجنب اللي في الوش اتقطع. ف لمينا كده الستاير وفتحنا البلكونة. طبعا بقى تراب، كنا قاعدين مرة في البلكونة برضو يونس قلب الباسكت كان فيه قشر سفنجي وكده.
فبقالي كتير ما كنستش البلكونة، فكنستها وفرشت البطانية دي. البطانية دي قديمة جدا عندنا، يعني كنت فرشاها في العربية اللي هي كانت بتطلع عفش وكده. فانا صراحة ما رجعتهاش تاني، فبفرشها كده في البلكونة على السجاد. انا كده كده اوريدي عندي سجاد في البلكونة، بس زي ما بقول لكم الدنيا بتشتي، فالسجاد خسارة عشان تقيل كمان، بيتبهدل معايا. كنست بقى وخلصت كده وشغلت الغسالة كمان خلاص. رحت بقى جبت عشان اعمل السفرة معايا، كانت برضو متبهدلة ومليانة تراب. فاتحة شباك المطبخ، مش عايزة اقفل برضو الدنيا ساقعة وكده، بس انا برضو مش عايزة اقفل الدنيا خالص و ما احسش ان في هوا دخل الشقة. لا، لازم برضو حتى لو الدنيا برد مش عايزة يعني ما بكتمش خالص، عشان برضو يبقى في كده تهوية دخلت الشقة. فانا فاتحة في الشباك المطبخ. فالسفرة بتتبهدل معايا وبيدخل تراب كده، فانا قلت بقى ايه اغطيها وهخليها بقى كده لغاية ربنا يدينا العمر كده. الشهر الجاي عيد ميلاد يونس بإذن الله، فممكن في تنفيضات عشان انا ناوية ان شاء الله، عشان اهلي واهل بابا جايين باذن الله. فانا عايزة لما اعمل عيد ميلاد ان شاء الله برضو ادي للبيت كده تنفيضة كويسة. فقلت ايه يعني عشان احس بالتغيير ساعة لما اكون بحضر لرمضان. برضو عايزة انزل منشية اجيب مفرش كده للسفرة بتاع رمضان. هنعلق زينة عند السفرة، هنعمل حاجات كتير كده بإذن الله. ف ممكن اشيل اطباق الفاكهة دي، اللي هو الطبق الكبير بتاع الفاكهة ده عموما عندنا، يعني هو معروف بان هو اسمه كرسي عباس او طبق فاكهة. فممكن ان شاء الله على رمضان كده اشيله واجيب اللي هي المبخرة اللي بتبقى هلال ونجمة كده مع بعض. فعايزة احس بالتغيير، فقلت ان انا اغطي السفرة. جبت المفرش ده بقى، فاخد وقت مني كتير لغاية لما فرشته. في كده هو حرير، فشبك في النحاس اللي موجود في السفرة، فكان يعني بصوا انتوا لو ملاحظين هتلاقوه ان هو مشدود كده. فانا كنت بحاول ان انا افك شدة الخيط دي. بعد وقت والله يعني اخد مني اكتر من دقيقة دقيقتين وانا بفرشه. المهم بقى كده خلاص فرشته، ورحت ظبطت كده الدنيا، كنست الارض. خليت الدنيا زي الفل. رحت البار غيرت المفرش. طبعا انتوا شايفين يونس لافف ورايا والدنيا يعني الحمد لله. هنا بقى كده وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب الفيديو يعجبكم واشوفكم في فيديو جديد. استودعكم الله في امان الله، مع السلامة. وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوش اللايك واشوفكم في فيديو جديد. استودعكم الله في امان الله، مع السلامة.